8 ملاعب دولية ستكون مسرحا لمباريات كأس العالم 2022 في كرة القدم، والتي تقام في دولة قطر بين 20 تشرين الثاني نوفمبر و 18 كانون الأول ديسمبر 2022. في هذه الجولة تجول معكم قناة خوابي للتعرف على هذه الملاعب الدولية. ملعب خليفة الدولي الدوحة. ملعب خليفة الدولي افتتح عام 1976 واستضاف عددا من الأحداث والبطولات الدولية، وقد أدخلت عليه تعديلات وأعمال تطويرية واسعة شملت الملعب والواجهة الخارجية ورفع طاقته الاستيعابية والإنارة ليتناسب مع التظاهرة الكروية التي تستضيفها قطر. يتسع هذا الملعب ل40,000 مقعد ويستضيف 8 مباريات من دور المجموعات ودور ال16 ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع. ملعب الجنوب في الوكرة. ملعب الجنوب يتميز بواجهته الخارجية المستوحاة من تموجات أشرعة المراكب التقليدية التي حملت الصيادين والغواصين قديما إلى عرض البحر طلبا للرزق والبحث عن اللؤلؤ، وهو مجهز بتقنية تبريد متطورة ويمتاز بخاصية السقف القابل للطي التي تسمح بتخفيف حدة أشعة الشمس وتضليل الملعب تماما. يتسع هذا الملعب ل40,000 مقعد ويستضيف 6 مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور الثاني. ملعب المدينة التعليمية في الدوحة. ملعب المدينة التعليمية يعرف بجوهرة الصحراء، قد استلهم تصميمه من تاريخ العمارة الإسلامية الغني بالفنون الفريدة، وتتزين واجهته بمثلثات تشمل نماذج هندسية ماسية الشكل يتغير لونها بحسب زاوية سقوط أشعة الشمس عليها. يتسع الملعب ل40,000 مقعد وتقام على أرضه 8 مباريات، منها 6 في دور المجموعات، واحدة في دور ال16 وواحدة في ربع النهائي. وبعد المونديال سيتحول هذا الملعب إلى وجهة رياضية ترفيهية لمنتسبي المدينة التعليمية. ملعب أحمد بن علي في الدوحة. ملعب أحمد بن علي جرى تشييده في موقع ملعب قديم، تتزين واجهته الخارجية برموز تشير إلى الترابط الأسري في المجتمع القطري، وأخرى تجسد جمال الحياة الصحراوية وطبيعة الحياة البرية فيها. ويجمع هذه الأنماط والرموز درع ترمز إلى القوة والولاء والانتماء والوحدة، والمرافق المحيطة تأخذ شكل الكثبان الرملية. يتسع الملعب ل40,000 مقعد ويستضيف 6 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور ال16. ملعب الثمامة بالدوحة. ملعب الثمامة يرمز إلى عنصر الشباب القطري ودوره في المشهد الرياضي العالمي، ويجسد التقاليد العربية وتصميمه مستوحى من القحيفة أو القبعة التقليدية التي يعتمرها غالبية الرجال والفتيان في الوطن العربي. يتسع هذا الملعب ل40,000 مقعد ويستضيف 8 مباريات، 6 منها في دور المجموعات، واحدة في دور ال16 وواحدة في دور ربع النهائي. ملعب البيت في الخور. ملعب البيت يجسد تصميمه الثقافة العربية وتقاليدها، وهو يشبه بيت الشعر أي الخيمة الذي سكنه العرب على مر العصور، ويتميز بالحداثة والأصالة ويتضمن أفضل التقنيات الحديثة، كما أن سقفه يسهم في تعزيز تبريد الهواء من دون الحاجة إلى استخدام مصادر إضافية لتوليد الطاقة، مما يوفر درجات حرارة معتدلة. يتسع هذا الملعب ل60,000 مقعد ويشهد المباراة الافتتاحية و9 مباريات، 6 في دور المجموعات و3 مباريات في الأدوار الثانية. ملعب 974 في الدوحة. ملعب 974 في إشارة إلى رمز الاتصال الدولي الخاص بقطر، وتعود تسميته إلى عدد حاويات الشحن البحري المستخدمة في بنائه. تصميمه فريد من نوعه، وهو أول ملعب قابل للتفكيك الكامل في تاريخ المونديالات الكروية. يتسع هذا الملعب ل40,000 مقعد، يحتضن 7 مباريات، 6 منها في دور المجموعات وواحدة في ثمن النهائي. ملعب لوسيل في الدوحة. ملعب لوسيل هو أكبر ملاعب قطر، استوحي تصميمه من تداخل الضوء والظل الذي يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس. يعكس هيكله وواجهته النقوش على أوعية الطعام والأواني والقطع الفنية التي وجدت في العالم العربي خلال فترة نهوض الحضارة في المنطقة، كما يعكس طابع مدينة الدوحة.
يتسع الملعب ل80,000 مقعد، وتقام على أرضه المباراة النهائية لكأس العالم، و9 مباريات، 6 في دور المجموعات، 1 في دور ال16، 1 في ربع النهائي، و1 في نصف النهائي. وهكذا نختتم جولتنا التعريفية على الملاعب التي سوف تحتضن مباريات مونديال قطر 2022، على أمل أن نلتقي وإياكم خلال تلك المباريات.